أنا ياسمين، بنت عادية. حياتي بسيطة وروتينية جدا، من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. شغالة في مكتبة في وسط البلد وبحب الهدوء قوي، يمكن عشان بحس فيه بالأمان. لكن كل ده اتغير في يوم واحد. كنت قاعدة في المكتبة، لقيت عامل التوصيل بيقولي وصلك طرد ومكتوب عليه انك تفتحيه وانت لوحدك. استغربت جدا، مين يبعتلي حاجة من غير اسم ومكتوب عليها اني افتحها لما ابقى لوحدي؟ اخدت الصندوق وفضلت ماسكة فيه طول اليوم، وقلبي كان عمال يدق جدا، وكنت متلخبطة كأني داخلة على حاجة مش مفهومة. روحت البيت بسرعة وقعدت على السرير وفتحت الصندوق، ولقيت جواه نوتة قديمة لونها مصفر كأنها من عشرات السنين، ومفتاح شكله غريب، وجملة مكتوبة بخط ايد واضح ومهزوز: اللي بتدوري عليه هتلاقيه في المكان اللي نسيتيه من سنين. قعدت افكر، ايه المكان اللي انا نسيته؟ وفجأة افتكرت البيت القديم، البيت اللي عشت فيه وانا صغيرة قبل ما ننقل، البيت اللي كان فيه ذكريات. وسؤال دايما كان بيطاردني: ليه سيبنا البيت فجأة؟ تاني يوم أخدت أجازة من الشغل وركبت القطر وقلبي كان متلخبط. وصلت الشارع القديم، لقيت البيت لكن كان باين عليه الإهمال، الشبابيك كانت مكسرة والتراب مغطي الباب. جربت المفتاح وفتح. دخلت وكل ركن كان بيحكي حكاية. مشيت في الممر ووقفت قدام الأوضة اللي كنت بلعب فيها زمان. فتحت الباب ولقيت صندوق خشب كبير مرمي تحت السرير. فتحته بإيدي اللي كانت بتترعش، ولقيت جواه صور ناس معرفهاش ورسالة مكتوب فيها: انتي مش فاكرة نفسك، دوري على الحقيقة عند عايدة. عايدة؟ عايدة ده اسم جارتنا القديمة، بس هي اختفت فجأة واحنا صغيرين. انا مش فاهمة حاجة، بس واضح ان حياتي الجاية مش هتكون زي حياتي اللي فاتت خالص. رجعت البيت ودماغي مش بتفكر في اي حاجة غير اسم عايدة. ليه اسمها ظهر دلوقتي؟ هي كانت جارتنا زمان، بس كانت ست طيبة دايما بتضحك. بس افتكرنا انها سافرت ومحدش عارف عنها اي حاجة من وقتها. فتحت اللابتوب وبدأت أبحث وأسأل في جروبات المنطقة القديمة، وأسأل كمان الناس اللي كانت ساكنة زمان، لكن مفيش أي أثر ليها. فجأة جالي تعليق على بوست قديم أنا نسيته: لو بتدوري على عايدة، روحي سوق الخميس عند محل الكتب اللي اتقفل من سنين. قريت الكومنت ده أكتر من مرة. سوق الخميس ده مكان مهجور دلوقتي، إزاي هقدر أروحه؟ مع كل ده قلبي قالي إني لازم أروح. تاني يوم الصبح ركبت تاكسي وطلبت منه ينزلني سوق الخميس. وصلت المكان كله شكله كئيب، دكاكين مقفولة وتراب وحيوانات ضالة ماشية حوالين المكان. فضلت ألف لحد ما شفت يافطة مكسورة مكتوب عليها: مكتبة الأمل، عايدة محمود. قلبي وقتها وقف. الباب مقفول بس مش مقفول قوي. زقيته لقيته فتح. دخلت وانا قلبي بيدق من الخوف والتوتر. المكان كله مليان كتب ومليان تراب، لكن ورا الكاونتر كان في دفتر صغير وجنبه صورة قديمة. الصورة لست كبيرة في السن وشبه عايدة. دي طلعت فعلا صورة عايدة. والدفتر كان مكتوب فيه تواريخ وأسماء، منهم اسمي ياسمين علاء تم التسليم. ايه اللي تم التسليم؟ وليه اسمي في دفتر عند عايدة؟ واخر صفحة في الدفتر كان مكتوب فيها بخط كبير: لو وصلتي للمرحلة دي يبقى لازم تعرفي الحقيقة كاملة، بس بعقلك مش بقلبك. وفجأة الباب اتقفل ورايا.